كم المعلومات اللي ما شاء الله الشيف عاطف ما بخلش علينا فيها فعلا، وانبهار وابهار. يعني مع شيف عاطف كورس مميز مختلف، اتعلمت فيه حاجات كتير جدا ما كنتش اعرفها. واهم حاجه ان شيف عاطف ما بيبخلش باي معلومه، حتى لو انا لسه ما اعرفش اي حاجه لا بيشرح لنا بيفهمنا. الفود ستايلنج اللي عمله رهيب، الاكل اللي طلعناه ملوش حل، يعني بتاع 5 ستارز مش بتاع حد. بالنسبه لنا بيجينر وان هو كان بيراعي حاجات كتير، هو وحضرتك طبعا الشيف منى كنتوا اي حاجه كنت بسالها كنتوا ما بتبخلوش عليا باي حاجه، فده استفاده رهيبه ليا وان شاء الله مش اللي احنا كنا بناخده بصراحه كبرزنتيشن وكمعلومات وكطريقه طبخ وكشياكه، يعني لا بجد حرام، يعني بجد بالنسبه لي ده مش اول كورس احضره مع الشيف عاطف، وباذن الله اي كورس هعمله لازم اكون ده خلاص بقت حاجه اساسي في شغلي، لازم اكون معاه. تاني ده اول كورس بالنسبه لشيف عاطف، بس ان شاء الله مش اخر كورس ان شاء الله. واللي هيعرفني انت جايه ليه، ودي سمعتها كتير قوي يا جماعه، احنا لسه بنتعلم مع شيف عاطف. لا الموضوع بقى حته تانيه خالص، يعني احنا جايين نتعلم فن وهندسه وتكتيك بقى والحاجات دي، فبجد شابوه لشيف عاطف. ولسه هنتعلم بجد، مفيش منك تاني. واخد كورسين في كورس واحد. الكورسات مع حد عنده علم وحد فاهم بيبقى زي البني ادم الرياضي اللي هو لازم يروح جيم ولازم يتمرن اكتر عشان يبقى كويس. نتعلم، ويا جماعه يعني تعالوا وتعلموا، ولسه هنتعلم وهتشوفوا حاجه رائعه. هو فعلا وظفها سواء في حلويات او في اكل ماتيريالز تحفه بجد، تسلم ايده. بيدي فرصه لاي حد يسال، ما فيش ولا سؤال هو ما جاوبش عليه. المكان طبعا شيك جدا ورائع وفيه امكانيات كبيره سهلت لنا النهارده اليوم.